لما حكم باسم صاحب السمو ينطق بالطوفه، هذه كبيره بحق الكويت. ناصر كبيرة بحق صاحب السمو، كبيرة بحق القضاء، إدارة التنفيذ. تعالوا تعالوا ويانا، بس تعالوا شوي دقيقة. احمد تعالوا سوينا سالفة. احمد راح يشوفه. انت روح جيب حكم المحكمة وانا اخذ لك الاجراء. لا هذا مو يلا خلي بطل لا ابو احمد انا رحت المحكمة. ابو احمد دقيقة حسين، انا رحت المحكمة وخذينا احكام، ومو قاضي، اثنين وثلاث حكموا لنا. زين، قاضي فتح لنا بحكم فتح المبنى، قاضي حكم لنا بإلغاء القرارات، وقاضي رفض اشكالهم. انتم رجال الشرطه، انتم ورجال الداخليه لازم تنصرون المظلوم وتنفذون احكام المحكمه، وهذا اللي احنا قاعد نطلبه. مو حكم اداري يطلع من ادارته حلوه هذه، يكتب القرار ويبي ينفذه. انت يا اخي روح ما نخلص. انت منو قائدك؟ منو قائدي؟ ايه قائد الاعلى للقوات المسلحه منو؟ انت تقصد يعني الوزير مع الوزير؟ لا اللي فوقه اللي فوقه سيدي صاحب السمو. زي صاحب السمو. تخالف اوامر صاحب السمو؟ لا طبعا ما خالف. هذا باسم الامير، هذا باسم هذا باسم لول والسالم، وهذا باسم الامير. تبي تطيع منو؟ انفذ الامير يا عبد الله. وينك عبد الله؟ الجماعه رافضين تنفيذ الحكم هذا. قراركم عندك يا ابو احمد، اذا تمكنا من اللزقات واغلاق المصنع والله تقدر تمكنا. في قرار من نائب؟ لا علاقه يا ابو. قرار من نيابه؟ لا علاقه يا ابو. هذا قرار اداري صادر من وزاره اداري صادر من وزاره الاعلام باغلاق المطبعه. قرار اداري انا ووزاره الاعلام لنياز، انت الداخليه ما لها شغل. احنا ناس على مستوى مو جايين. اسمعني وين قالوا احنا نير ناس واقفين عند الباب. انا ابيك تسويها عشان اخذ حقي القانوني منك. كرمته احمد ما في غصب، احمد تحمل مسؤوليه جنائيه. احمد ما في غصب. ايدي زين ما تصعب. يلا قول لي ابي استخدم القوه. لو سمحتوا انا بستخدم القوه علشان وخره يلا سجل. لو سمحت يا اخوان. شو اسمه ابو احمد؟ هلا ابوي. بلغناكم ان في ناس داخل. خير بلغناكم. خلي يطلعون برا لو سمحتوا. يلا خلي يطلعون يلا. عسكر يلا لو سمحت. سالم.